وأخيرا ضج أبناء الحديدة. مسيرات باتجاه المحافظة انطلقت صبيحة اليوم حتى تتوقف عصابات التخريب عن تدمير عروس البحر الأحمر لحساب ماض بائد. حولتم حياة الناس إلى معاناة يومية زادت من آباء حياتهم، فما عاد لدى المواطن سوى الحديث عن تسرب المجاري إلى داخل بيته واختلاف مياه الشرب بمياه المجاري. يا رئيس الجمهورية ويرحل أكرم بن عطية. هتافات ضد المحافظ والأمين العام هذه المرة باعتبارهما مسؤولان عن خروج شبكة الصرف الصحي عن الخدمة وتكدس القمامات في الشوارع والحارات. أول واحد يرحل المحافظ، ثاني واحد حسن هايق لأنه بلغنا أكثر من مرة، وآخر مرة يرد عليه يقول أنت تبالغ. قلنا له المجاري عندنا في الدور الثاني والثالث، قال أنت تبالغ. المسيرة عبرت عن تضامنها مع سكان حي غليل وشارع التنمية، حيث ينزح السكان إلى أحياء أخرى بعد أن صارت المجاري داخل المنازل والمحال التجارية التي أغلقت أبوابها هي الحديدة بانتظار تغيير شامل لمسؤولين يتهمهم السكان هنا بأنهم ليسوا إلا ماض يتربع على أشواق وتطلعات حاضرهم. عبد الحفيظ الحطامي لقناة سهيل الفضائية، محافظة الحديدة.